كنا في رحله طويله قوي في الارخبيل شابوند، خدناها ولفينا في جزر كتير، ولفينا كل جزر المالديف. هتلاقي الرحله دي موجوده عند مادنس في القناه بتاعت مادنس، وهتلاقي الرحله دي نصات تاني في قناه الهبين. فالرحله معانا فيها حاجه فعلا قدرت، او جزيره كبيره قدرت اقف فيها جوه لاين مالديفز. الجزيره دي اسمها فرنش توباكو. فتعالوا يا صديقي نشوف جزيره الفرنش توباكو في مالديفز بتقول ايه. عشان التجربه تكمل كل واحد بيبقى ليه مقياسه. انا مقياسي حاليا ساندر 2 بصراحه، حاجه قويه. فعشان نشرب بقى ده ام تي ال، وانا هنا حاطط دي ال، فهنفتح واحد ام تي ال جديد. اوبا. تعالوا بس قبل ما نعمل كده ندوق الموضوع ده. فرنش توباكو، يعني فرنش توباكو ده اللي هو عباره عن ايه؟ يبقى عباره عن، يقال ان هو التوباكو ده البيزك بتاعها والاساس بتاعها، ومعاها سنه واين كده قليله او سنه خفيفه، تمام. ومعاهم معاهم شويه مكسرات، معاهم شويه توست محمص، معاهم شويه بهارات خفيفه. كل ده بيبقى بيعمل ايه؟ المفروض ان هو يعمل بوم. احنا نشوف البوم. هو هنا مستبدل الواين بالكراميل، ودي حاجه حبيتها. تعالوا نشوف. نقفل كده الاير فلو عشان نظبط الدنيا. انا كنت فاكر ان الازازه دي لاي حد يشربها، هي هارد كور شويه، بس عشان انا يمكن 9 ميج بتاعته مظبوطه فهي هارد كور شويتين. الريسبز هنا اللي فاكر ان هو جاي يقابل حاجه خفيفه او دسمه او مش عارف ايه، لا روح يا معلم على طول للجزيره الثانيه، الايطاليان كوكيز دي. تروح للجزيره دي وش. لكن الجزيره دي موجوده مش من اجل العنف برضه، لا هو توباكو مبهر جامد، البهارات فيه باينه وسموكي قوي وحلو، ودي حاجه عجبتني فيه. الخشونه بتاعته تميل للقوي مع التوست ده محمص، قرمشته فيه يعني تحس ده موجود في الفيب، وده قليل الناس اللي بلاقي ليها شغل او ماتيريال عامل زي ده. بجد انا حبيت هذا المالديفز، جزيره قويه قوي. يا ريت تاخد سفينتك يا صديقي وتنزل على اي سور عشان ترسو في جزيره، اي جزيره يعني تختار من الاربع جزر، بس الجزيره هنا فرنش توباكو تستحق الاهتمام. ازازه فعلا علامه افضل اشربها. سلام.